ويشيرون لكل السيارات طلبا لقطرة ماء. أطفال وطفلات أبرياء يطلبون شرب ماء نقي. النقطة الثانية التي أثارتني وبنفس المسافة أن لا قناة إذاعية مغربية يمكن أن تستمع إليها وأنت آت إلى الحسيمة، كل القنوات إسبانيا. فقلت في نفسي وأنا الذي هيأت خطابا مكتوبا لألقيه أمامكم، فعدلت عن هذا الخطاب لأني تألمت كثيرا لما شاهدت على الطريق. فقلت ماذا فعلت هذه الحكومة؟ نتذكر جميعا حين كان في بداية سنة 98 ولما تحمل المجاهد الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي آنذاك الوزارة الأولى، نتذكر جميعا باعتزاز وافتخار ما قامت به حكومة اليوسفي في ظل دستور 96 وليس ظل دستور 2011. نتذكر جميعا أين وصلت الطرق، نتذكر أين وصلت الإنارة، نتذكر القرى والمداشر التي وصلها الماء الشروب، نتذكر كل الإنجازات التي حققتها حكومة اليوسفي بإمكانات ضعيفة. يتذكر أعضاء أسرة التربية والتكوين أن أجورهم لم تعرف زيادة إلا خلال حكومة اليوسفي. يتذكر موظفو الصحة، موظفو كل القطاعات. لنقارن ماذا فعلت حكومة عبد الإله بن كيران. حكومة عبد الإله بن كيران، وبالمناسبة كنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نتمنى لها النجاح في بدايتها، رغم أننا رفضنا دعوة رئيس الحكومة حين دعانا للدخول للمشاركة معه. لماذا رفضنا المشاركة مع عبد الإله بن كيران؟ لسببين اثنين. السبب الأول هو أن الاتحاد الاشتراكي حزب ديمقراطي، ولما اختار الشعب أن يكون الحزب في المرتبة الخامسة قلنا إذن الشعب يريد التغيير، لذلك قبلنا أن يكون الشعب اختار حزبا آخر لقيادة الحكومة وأن نكون نحن في المعارضة. الأمر الثاني، وهذا أول مرة نقوله، لأننا نعرف جيدا منطق اشتغال ما يسمى بالحكومات الإسلامية في العالم. نعرفهم أنهم لا يؤمنون بالديمقراطية، نعرف أنهم يؤمنون بالاستبداد، نعرف أنهم يؤمنون بالمريد وبالقرار الوحيد وبالرأي الوحيد، وهي ديكتاتورية مغلفة بغلاف إسلامي. ماذا فعلت حكومة عبد الإله بن كيران للشعب؟